السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وجمعتكم مباركة، وإن شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو وتستمتعون ويانا. اليوم طبعا وأخيرا إجانا الصيف والجو صاير كلش حلو، راح نسوي حملة تنظيف وإن شاء الله يا رب تعجبكم وتستمتعون ويانا. هنا يا حيرة الغدا والحمد لله من إجا أبو السمك وأخذت لي سمكة من يم الباب، بس السعر ما أحكي لكم، الأسعار صايرة كلش غالية. المهم هسه راح نعطيها غسلة كل زينة وبعدها راح نخليها بالفرن. اليوم ما راح نخليها بالتنور الكهربائي ولا راح نشويها، اليوم راح نخليها بالصينية مالت الفرن. بس بالبداية إيش راح نسوي؟ راح نعطيها غسلة كل الزينة. طبعا دايما أغسل السمك تجيني تعليقات أمك جربيها بدون غسل وشوفي شلون راح تصير. صراحة إذا شوي بالتنور أو بالفرن، التنور الكهربائي أو بالفرن، يعني ما أحسها يعني ترهم بدون غسل، بس إن شاء الله أنا كلش حابة إنه أجربها، بس أكيد لازم تكون شوي على الحطب أو على الفحم برا. وهسه من بعدها راح نملح سمكتنا كل زين ونتركها حتى الحين يعني قرب شوية وقت الغداء، وبعدها نخليها بالفرن. هسه ايش راح اسوي؟ خليت شوية زاهي وشوية كلور وراح ننطي السنق شوية جلفة على السريع. وهنا اكيد حبايبي انا بالنسبة لي كل ما اغسل السمك اجيب هاي السيباية مالت الفرن واغسل السمكة على راحتي. تدرون بعد السمك يتمزلح هيج يتمزلح هيج، فتاخذين راحتك وتغسلينه غسلة زينة. طبعا الأجواء صايرة تخبل مال روتينات تنظيفات هاي السوالف. بعد حابة تكتبوا لي شنو أكثر أكلة مثلا تكونوا محتارين أو مستعجلين، أو لا خلينا نقول يعني شنو اللي أكثر أكلة مثلا يعني تحسوها سهلة وسريعة. وإحنا راح نخلي التليفون صامت حتى يكمل مونتاج الفيديو وبعدين نشوف شكو ماكو. وهنا من بعدها راح نجيب التمن ننطيه غسلة كل الزينة وننقعها حتى نسوي تمن أحمر. كنت ناوية إنه أسوي تمن بالبهارات مالت البرياني القهوائي وأخلي عليها التوابل الصحيحة وأسويه، بس بعدين غيرت رأيي قلت لا أخلي أسوي شو اسمه تمن أحمر. وهنا أول خطوة نقول بسم الله وراح نجيب الجدرية مالتنا ونحط الزيت ونخلي البصل ياخد حمسة. طبعا هاي الطريقة مالت التمن الأحمر هم كلش طيبة. طبعا بناتي إذا يعرفون أنا مخلية بصل بالتمن ما ياكلونه، بس من خلينا شوية ياخذ لون وتحمسينه كل الزين خلاص. حتى يعني صحيح راح ينطي نكهة طيبة للتمن، بس الجهل ما يعرفون يعني إذا أنتي كنتي مخلية بصل أو لا. وهنا هذا الشهر أخذنا المعجون طماطة، طبعا هيك يعني عبالك شلون مخليته بمية وخافقته. يعني أنا دايم أسويها من مثلا أسوي شفتايات أسوي دولمة، أخلي المعجون شوي عليه مي وأخفق يعني أخفقه كل الزين بدت السحكات. وأكيد من بعد ما يحمس المعجون طماطة راح نضيف الطماطة المعجون وبعدها الطماطة حتى المعجون ياخد له حمسة، وظرف ماجي وشوية مي حار نخلي فور يعني فورة، وبعدها راح نضيف التمن والملح أكيد. ها لا طبعا مسويات صحن شو اسمه صحن خيار ومخليات عليه كومة سماق متروس ترس. واحنا هسه متعشين وغاسلين مواعين ومخلصين كل شي. هذا روتين يوم الخميس، بما انه اليوم خميس. يوم الخميس من يرجعون من المدرسة ماكو اي دراسة، يعني هم يباعون على التليفون يباعون على التلفزيون يلعبون بكيفهم. المهم حبايبي وهنا بعدها جبنا السمشة مالتنا حان وقت الشوي مالتها. وهنا بعدها خليت طماطة والبصل هم ما شاء الله الأسعار يعني بدل ما تنزل، يعني احنا مقبلين على شهر رمضان الأسعار بدت تغلى. هنا طبعا ما كان عندي الصوص، عندي شوية شغلات ناقصة اللي دايم أسوي وياكم الصلصة، بس عندي هذه الصلصة مال الأذواق طبعا كلش يعني كافي تخلينها وحدها. بس هنا أنا خليت شوية كاتشب وخليت عصرة ليمون وشوية زيت حتى تصير السمكة يعني طرية وتلمع بنفس الوقت. وهنا التمن مالتنا بعد صار جاهز، راح نقلبه كل الزين. طبعا أنا قلبته وبعد رجعت قلبته شوية وياكم قدام الكاميرا، وهسه راح أتركه على النار كلش ناصية. والسمكة مالتنا يعني نقول قربت تستوي. من قربت تستوي طبعا كنت مشغلة الفرن يعني النار بس من جوا. هسه راح أخلي الصلصة ونشغل النار من فوق.
طبعا تدرون في الشغلة أني يعني صورت لكم ما والله من أخلي الصلصة مالت أذواق النكهة مالتها تصير كلش طيبة يعني بشوي السمك. بس لين كنت مخلية فلتر، صاير الفلتر اللون الأصفر يعني بيه صفار وما أدري يعني من طلعت السمكة يعني طالعة من الفرن باوت عليها حسيتها ليش هيجي السمكة طالعة، عبالك محروقة، عبالك مخلية جايبة الشوشة مالت المعجون وهيش مخليتها فوقها. صراحة اتفاجأت من شفتها هيش، بس هي ما كانت هيش بالطبيعة. مرات يتبدل الفلتر مالت التصوير وتصير كارثة. وهنا طرشي مالتنا هم بعد خلص، فحابة صراحة أسوي نوعيتين طرشي قبل رمضان، وإن شاء الله أكيد راح أشاركها هم بعد وياكم. وهنا أكيد بما إنه نشوي سمك أكيد الباب مفتوح، بس البزونة غريبة اليوم مو موجودة. وهنا طبعا حضرت كل شي وأذن، فراح نصلي ومن بعدها راح نتغدى. وأكيد حبايبي بعد سهمكم ألف عافية. واليوم طبعا كلش متحمسة إنه نخلص روتين الغدا حتى نروح وين على غسل التنظيف. أنا طبعا كان البنات خطية نصهم راجعين من المدرسة ونصهم راحوا للمدرسة. وهنا صورت هيش لقطة على مود أخذها للصورة المصغرة. وهنا بعد حبايبي هاي أول ما قعدت الصبح، بس بعدين قلت لا غيرت رأيي. هنا شيلت المفرش، قلت راح أغسله وأغسل البردات وأخلي مثلا يعني شلون أقول لكم من أريد أغسل البردات وأغسل هيش السوالف يعني أغسلهن الصبح حتى شنو للعصر يبسن وأفوتهن جوا. هنا طبعا شلت المفرش ونفضته كله زين، هو أصلا هم كان نظيف. فقلت لا خلي أروح أكمل تحضير الغداء ومن بعدها راح أجيب أنظف القنفات وأنظف الكمبار وأشيله، هذا أحسن شيء وبعدين البقية. فهنا حان وقت شنو نطلع الغسالة مالتي الزوالي. فهنا طبعا أي شيء انتو حابين تخلونه تقدرون تخلونه، إذا تحبين تخلون كلور أي نوع منظف انتو حابين تخلونه تقدرون تخلونه. وهنا خلينا من بعدها المي. طبعا هنا اكو قياس حبيت اشوفكم اياه، بس يلا راح شوية زيادة بس مو مشكلة. وهسه راح نخضه كل زين ونروح نبدي ننظف القنفات، وراح هم ننظف الزولية قبل ما نشيلها. هنا طبعا كنت مخليه الستاند مالت التصوير وكانت كلش عالية، قلت يلا ملوكة تعالي ساعديني وخليني اصور هيك فد مقطع صغير. هسه راح ننظف القنفات كل زين. نوعا ما يعني قلت القنفات زينات، بس اللي هسه راح تشوفونه يطلع ما كنت متوقعته من الزولية ومن القنفات بنفس الوقت. الحلو بعد عندنا بهاي غسالة الزوالي انه تغسل وتنشف بنفس الوقت، يعني لا تشوفون انه القنفة تبللت وهسه راح تصير بيها ريحة، لا بالعكس راح تشفط لك اياها شفط. هسه راح تلاحظون طبعا اني نظفت اول شي نظفت القنفات وكملت، صارت عندي شغلة تقريبا نص ساعة هيج ورجعت كملت غسل الزولية. اجيت لقيت القنفات ناشفات، يعني ماكو هاي طريقة السحب مالتها كلش قوي، تسحب يعني آخر نقطة مي تسحبها. هنا هذا المي للغسل وهنا هذا مي للسحب يعني. وهنا التشغيل، وهنا عندكم الهيتر مالت التنشيف. ورا ما تخلصين تشغلين هذا الهيتر وتنشفين بيه الزولية. وهنا بعد راح نبدي بغسل الزولية، راح نغسلها غسلة كاملة وبعدها راح أنشفها وأتركها تقريبا نص ساعة هيجي، ومن بعدها راح أشيلها ألفها وأشيلها. خلاص ودعنا هذه أول زولية. ما نقولها في ديارة. الحلو بيها انه تغسلين الزولية اول شي. طبعا اكو يعني شوية ناس يكونوا كبيرين بالعمر، اكو حتى مو كبار بالعمر بسبب التعب والفقرات وهاي السوالف، يعني كلش يواجهون يعني مشكلة وصعوبة بغسل الزوالي من يقعدون يدنقرون. او اكو بعض الناس تحتار انه وين تودي الزولية، اكو البعض ما عندهم سطح ما عندهم حوش يغسلوها. فهذه
الغسالة مالت الزوالي كلش راح تفيدكم. هسه مثل ما ملاحظين يعني أنا بدون لا أدنقر بدون لا أي شيء يعني واقفة وبكل سهولة غسلت الزولية. طبعا احنا استعانينا بالمصور مالتنا كانت ملك لأن الستاند ما راح يبين لكم التصوير واضح، فشفتوها ايش قد تدردم. طبعا أنا غسلت وياكم نص الزولية وبعدين النص الثاني كملته على السريع. والحلو طبعا بعد بهذه غسالة الزوالي انه تقدرين تستخدمينها شتاء وصيف. وشوفوا التنظيف مالتها، طبعا التنظيف مالتها يخبل، حتى لو تغسليها بايدك ايش قد ما تغسليها ما راح تنظفيها مثل ما راح تنظفها هذه غسالة الزوالي. راح تغسلها تغسل السولية كل زين، وبعدين راح تسحب لك شك ومي بيها تماما، ومن بعدها تشغلين الهيتر وتنشفين بها الزولية. وهسه مثل ما ملاحظين راح تشوفون كمية الوسخ اللي طلعت. شوفوا طبعا أنا جبت هذه الدبية تقريبا فوق الخط وغسلت بيها الزولية، رجعت سحبت الماي كله، تقريبا طلعت عندي نفس كمية المي. قلت لكم يعني شكوا مي بالزولية ترجع تسحبه تنشف لك الزولية تماما. يبقى بيها يعني شوية رطوبة، بس إذا تخلين مثلا البانكة والباب مفتوح تقريبا نص ساعة الزولية تبس عندك. طبعا هذه غسالة الزوالي صار لها فترة كلش طويلة عندي من العام، بس حاليا هي من ماركة أمبليوم، وماركة أمبليوم أكيد غنية عن التعريف وكلكم تعرفوها وتعرفون منتجاتهم ودايم نحن نستخدمها ونحكي لكم عنها. بس للأسف حاليا طلعت غسالة الزوالي بس تقليد. بعض البنات اشتروها وقالوا عطلت عندنا، يعني من إنه حاكينا ويا الشركة وهذه طلعت إنه تقليد مو نفسها. فحذروا بنات إنه من تاخذون هذه غسالة الزوالي لازم تتأكدون منها إنه مكتوب عليها أمبليوم. وهنا تعالوا شوفوا لي كمية الوسخ اللي طلعت، على أساس يعني إنه غرفة الخضار وما حد ما يقعد بيها وقليل الروحة والجي عليها. إذا أغسل الزوالي مالت المطبخ أو مال غرفة الجهال شلون. هنا كملنا بعد تنظيف القنفات وكملنا الزولية مال غرفة الخضار بطريقة كل سهلة بدون تعب، بدون لا صعدة ولا نزلة. طبعا بنات إذا حابين تطلبون نفس هذه الغسالة، وعلى فكرة طبعا هي ما تفيدكم يعني بس بالشتاء، لا تقدرون تستخدمونها بالصيف. نوخر هذه الفرش مثل ما ملاحظين بطريقة كل سهلة، ونستخدم نخلي الرولات ونمسح بها الكاشي. أكل بعض ما يحبون يغسلون يعني حتى بفصل الصيف يخافون مثلا على الآثاث مالتهم، تقدرون تستخدموها راح تمسح لكم الكاشي وتخليه يلمع لمعان. الحلو بها هي التنظيف مالتها كلش عميق. وأكيد حبايبي إذا حابين تطلبون الجهاز الأصلي والنوعية الأصلية، طبعا هي ماركة أمبليوم. ماركة أمبليوم غنية عن التعريف، ودائما يعني منتجاتهم يجي وياها ضمان حقيقي لمدة سنة. طبعا إذا حابين تاخذون الجهاز الأصلي حاليا متوفر بمعرض البيت الأوروبي شارع 40، الأنبار الفلوجة شارع 40، قرب وكالة السلطان مقابل جمعية نور بلادي. والدوام مالتهم طبعا من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 11 مساء، باستثناء يوم الجمعة. يوم الجمعة يكون الدوام مالتهم يعني موجودين بالمحل الساعة 4 للساعة 11 مساء. أكيد هسه البعض يحتار ويقولون إحنا من غير محافظة وشلون نطلبها. أكيد هم عندهم توصيل لكافة محافظات العراق. إذا حابين تتواصلون وياهم أكيد راح أترك لكم رقم الواتساب على الشاشة، والروابط كلها تلقوها بصندوق الوصف وأول تعليق مثبت. هذه هي المكناسة مثل ما ملاحظين ومكتوب عليها أمبليوم، ورغم ويا هذا كله يجيكم كارت الضمان. هذا كارت الضمان تقدرون تحتفظون به لأن هي راح يكون وياها ضمان لمدة سنة. أي شيء صار بها خلال هاي السنة راح يعني اتصلوا على الرقم الموجود وراح ياخذونها ويصلحوها ويرجعوها لكم. وحاولوا انكم متابعيني تاخذون الشغلات الاصليه، لان الشغلات الاصليه راح تبقى وياكم عمر. ولهنا حبايبي نكون وصلنا لنهايه فيديونا. شكرا اكيد لمتابعتكم، احبكم كلش هوايه ومع مليون الف سلامه.